ستوري الفرش اللي نزلتها امبارح اتفاجئت ان اغلب الناس اختارت الاختيار التالت، والحقيقه ان الاختيار ده فيه فخ كبير او فيه خدعه كبيره قوي، موجب ان انا دايما بتكلم ان الدورانات بتكلف اكتر. ولكن خلينا نشوف في الفيديو ده الاختيار الصح هو انهي اختيار. التصميم ده واديت له رقم واحد، والتصميم ده واديت له رقم اتنين، والتصميم ده واديت له رقم تلاتة. وعن الفروق اللي في التكلفة اللي فيهم، أغلب الناس قالت إن التصميم ده اللي هو رقم تلاتة هو أكتر تصميم مكلف. الحقيقة إن إحنا رقم واحد ده محدش اختاره خالص في التكلفة، ودي حقيقة. لأن إحنا عندنا القطاعات المستقيمة دي هي سهلة جدا في حاجتين أساسيتين، وهي تكلفة التقطيع. احنا بنقطع او المكنة اللي بتقطع على خط مستقيم، فما فيهاش اي مشاكل طبعا في عملية القطع، زائد ان ما فيش اي اهدار للخامات هيحصل، لان احنا عندنا لوح الخشب لو بيجي لنا مستطيل بالشكل ده فاحنا بنقطعه من المنتصف نصين، فبيطلع لي قطعة اللي هي سطح، ويطلع لي القطعة التانية اللي هي السطح التاني. وبالتالي السطح ده نقدر ان احنا نحوله لترابيزة شكله فيه ثلاثي الأبعاد زي المنظر اللي احنا شايفينه، وتحتيه طبعا الجزء بتاع القعدة بتاعته، فيتحول لترابيزة بمنتهى السهولة. إذا شريحة الخشب أو لوح الخشب اللي قدامنا ده هيتحول لقطعتين بمنتهى السهولة. زائد إن طبعا أثناء عملية التقطيع أي مشاكل بتحصل طبعا بتكون مشاكل بسيطة جدا، لأن القطع زي ما احنا شايفين هو قطع مستقيم، مش محتاج إيد ماهرة أو فنيات معينة في التقطيع ولا الكلام ده كله. فهو بالتالي لوح الخشب بيديني قطعتين أو ثلاثة أو أربعة حسب أيا كان المقاسات، ولكن بيديني أول حاجة رقم ثابت من عدد القطع. تاني حاجة ما بيكونش فيه أي مشاكل أثناء عملية التقطيع، والمشاكل اللي فيه بتكون بسيطة جدا. التصميم اللي هو اللي عندنا رقم تلاتة، هتلاقي إن في عندنا وجود الدوران، فاحنا لوح الخشب بالمنظر ده بيجي لنا، فلما بنيجي نقطع دوران بالتالي احنا أهدرنا أجزاء كتير أوي من الخام. يعني لو افترضنا إن احنا قصيناه نصين كده، في عندي الخام كل الأجزاء دي اتهدرت معايا، فبالتالي بيكلف. أدي أول نوع من التكلفة. وتاني نوع وهي فنيات التقطيع بدوران. النوع التاني بقى اللي هو اللي عندنا هنلاقيه إن هو أكثر تكلفة من التصميم ده. ليه بقى؟ أول حاجة إحنا هنا بنتعامل مع مراحل تشغيل. بمعنى إحنا عندنا هنا التصميم اللي بالمنظر ده بيعدي على مرحلة واحدة، وهي إن اللوح بيجي بيتقطع من المنتصف، خلصنا اداني قطعة والتانية. طبعًا مع تبسيط الشرح، عشان في ناس ممكن تقول لي لأ ده في مراحل تانية اللي هي الصنفرة والبتاع، دي مراحل مُعمّمة، ولكن أنا باتكلم على مراحل التقطيع تحديدًا. فإحنا عندنا هنا مرحلة التقطيع اللي بتحصل بتكون على مرحلة واحدة. اللوح بييجي بنقطع خلّصنا، تعالَ نيجي عند المرحلة دي، اللوح بييجي بنقطع من هنا، بعد كده بنقص هنا وبنقص هنا. إذًا عدّى عندي على مرحلة قطع الدوران. قطع الدوران ده عمل إيه بقى؟ هدّر لي خامات اللي هي كل الأجزاء اللي هنا. يعني بييجي اللوح بقى لو فصلنا إحنا القطعة دي عن القطعة دي، هيدّيني اللوح ده أهو، هيتقطّع كده، بعد كده بنستخرج منه الدايرة دي كده، وهيتبقى عندي كل الأجزاء اللي هنا دي هتترمي، فبالتالي بيهدّر معايا خامات. هي فعليًا ما بتترميش، هي بيُعاد تشغيلها، ولكن دي مش قصتنا دلوقتي. وإعادة التشغيل دي مكلفة، يعني مش حاجة بسيطة يعني. ونضيف بقى عليها أهم عنصر عندنا، وهي إن القطع بتاعنا يطلع الدوران ناعم بالمنظر اللي إحنا شايفينه ده. بُصّوا الدوران من هنا، كل الدوران ده فيه نسبة نعومة إزاي. طبعًا ده عشان يحصل محتاج فنيات معيّنة، والمَكَن ما بيطلّعش ده بسهولة. وهتلاقي من كل مثلًا 10 ألواح بالمنظر ده، في 3 ألواح باظوا أو 4 ألواح باظوا. ييجي التقطيع يحصل تلاقي فيه شرذمة. يعني مثلًا لو اللوح كده مثلًا عندنا قطعناه نُصّين الدنيا تمام، خدنا قطعة وقطعة، فالقطعة دي هناخدها خلّينا نرسمها فوق كده، هتتحط هنا مثلًا، تيجي تقطّع هنا تلاقي بقى اللوح إيه، عضعض معاك كده مثلًا والّا حاجة، بسبب إن المكنة ما بتقطعش بسهولة. امسك مسطرة وارسم لي خط مستقيم، أو امسك برجل وارسم لي خط دائري، هتلاقي إن الجودة بتاعة الخط المستقيم طلع معاك أسهل بكتير وأفضل من الدائري. الدائري بيحصل فيه مشاكل أثناء الرسم أصلًا، وبالتالي أثناء عملية التنفيذ بيبقى الموضوع أصعب. فدي المراحل بتاعتنا زائد الإهدار بتاع الخامات، فبتلاقي في عدد ألواح على المدى البعيد بتتهدر زيادة كمان عن إهدار الخامات اللي بيحصل في المناطق اللي هي الwasted، أو المناطق الإضافية اللي عندنا، اللي هي اللي إحنا بنرميها أو بيُعاد تشغيلها بتكلفة إضافية. تعالَ بقى نبُص عند design رقم 2، اللي هو اللي إحنا المفروض كان أغلب الناس تختاره. لأ، ده بقى بيعدّي على مراحل إضافية بقى. أنت عندك أول مرحلة بييجي اللوح أهو، هيتقطع نُصّين، بناخد منه قطعة اللي هي هتبقى مربعة كده. بعد كده نبدأ إن إحنا نقص الأطراف
بعملية منفصلة، الطرف ده والطرف ده والطرف ده والطرف ده، فوارد جدًا وأنت بتقص الطرف ده يطلع الدنيا تمام، التاني تمام، التالت تمام، وييجي عند الرابع ويحصل مشكلة، فاللوح كله بتاعك هيبوظ أو الجزء ده كله هيبوظ هيتلف. إذًا عندنا في عملية شطف بيحصل في الأطراف اللي هنا اللي في الأجزاء اللي هنا دي، بتكون مكلفة أكتر، وإن كان كمان علشان نقدر نضبط إن الدوران أو الفلَت اللي معمول هنا يبقى زي الدوران أو الفلَت اللي هنا، يبقى زي اللي هنا، يبقى زي اللي هنا، يعني مش شرط إن هو يتلف زي ما قُلنا كده يحصل تلف زي ما قُلنا فهيحصل في المنطقة دي، ولكن ده أنت كمان ممكن يطلع الدوران مضبوط ولكن مقاسه مش صح، ما فيهوش سيمترية، التصميم ما يبقاش symmetrical، ما يبقاش الأجزاء اللي هنا قد اللي هنا، قد اللي هنا، قد اللي هنا، فعندك في عملية إضافية بتتم أو عمليات إضافية بتتم عشان يطلع المنظر في النهاية بالشكل اللي إحنا شايفينه قدامنا. إذًا فعليًا ده في التكلفة بيكون أكتر واحد في الاختيارات ال3 اللي قدامنا، هو أغلى من ده وأغلى من ده، طبعًا زي ما اتفقنا ده أرخصهم في التكلفة، ثم رقم 3 ثم رقم 2، إذًا رقم 2 هو التصميم الأكثر تكلفة في ال3 اختيارات.